الناس اللي عندها تعرض اكتر كمان السليب ابنيا، يعني دي رابع صنف هنتكلم عنه النهارده. السليب ابنيا ده الناس اللي عندها 90% من الناس اللي عندها سمنه. السمنه ايه؟ السمنه بتقلل كفاءه العضلات، فبتقلل كفاءه عضله اللسان، فعضله اللسان ما بتبقاش قويه، فبتسترخي او بترتخي، فبترجع تسد الاير واي، فتسد الاير واي فتخلي الانسان مش عارف يتنفس كويس، فمش عارف يتنفس، فبتقلل الاكسجينيشن وتقلل جاز اكسشينج عنده، فبتلاقيه بدأ يحصل له فتيج، لان عمليات الحرق وعمليات النشاط اللي في جسمه محتاجه اكسجين، فمفيش اكسجينيشن، فده بيخلي على طول القلب والجهاز التنفسي يحسوا على طول ان مفيش تشينج او تبادل غازي مناسب ودخول اكسجين مناسب للجسم، فبيحصل ان في زياده لود، شغل زياده اكتر على القلب وعلى الجهاز التنفسي، فممكن بعد فتره بيحصل هارت فيلير، او ممكن يحصل ريسبيراتوري فيلير، يعني فشل في التنفس وفشل في عضله القلب. فبالتالي ده اللي بنسميه السليب ابنيا، هي انقطاع للتنفس اثناء النوم. اكبر مشكله ان الناس دي بيحصل لها الكلام ده اثناء النوم، فاثناء النوم انت مش اصلا مش فاهم، انت مش عارف، يعني انت مش تعرف اندايجنوزد، مشكلته الاساسيه ان هو اندايجنوزد، فبالتالي مش هنعرف نعالجه، لان هو اصلا هو احنا مش هنعرف اصلا، فاحنا هتلاقي نفسك تعبان بس مش عارف، وعندك مشاكل في الجسم، وعندك مشاكل في القلب، وعندك مشاكل في الجهاز التنفسي. المين تريتمنت بتاعه ان احنا بندي اكسجين ماسك، بندي هاي اكسجين بريشر، اكسجين يعني ماسك اكسجين، ياخد اكسجين كميه اكسجين كويس عشان يحصل اكسجينيشن.